لازانيا فاصون غراتان. بون هاد الوصفه غادي تدسوها عندكم، ديروا لها حفظ على بالي بلي غادي تحتاجوها. البنه والله ما نحكي لكم، انا ماشي من عشاق لي بات، بصح هاد البلا ضربني في راسي ديريكت، تالمو بنينه وعجبتني. هاد المورسو درته غير باش نصور لكم عشيت كاليه كاع. نبداو بسم الله. في طنجره نديروا حوالي 5 ملاعق كبار تاع زيت زيتون، نحطوها على نار قليله ونحطوا معاهم حبه كبيره تاع بصل تكون مرحيه، ونحركوها بملعقه خشبيه. ونعاود ناكد لكم باللي النار راهي قليله. نديروا معاهم زوج فصوص تاع توم، نجموا ترحوهم مع البصل، انا غير باش نوري لكم درت لهم كيما هكا. سينو نتوما في الدار ديروهم ديريكت مع البصل، رحوهم في الاشوار وحطوهم في الطنجره ديريكت. انا درت 500 غرام تاع لحم مفروم ولا كفته، نتوما على حسب افراد العائله كل واحد يدير الكميه اللي يبغي. كيما شفتوا كانت كونجلي، خدمت بها مباشره. الا كان عندكم توما فري حطوها تاني ديريكت في الطنجره كيما شفتوا، وخلطوها مع البصل، ما تغفلوش عليها باش ما تنحرق لكمش. ونروحوا نضيفوا عليها ملعقه كبيره ما تكونش معمره تاع طماطم مصبره، ونحركوها باش تدي لنا هذاك اللون الاحمر. ثم نروحوا نضيفوا لها زوج حبات طماطم يكونوا متوسطين، نرحوهم بيان سور، ونكملوا نخلطوا كيما هكا. ما نغفلوش على الاكله تاعنا، خطره على خطره نحركوها. كي نشوفوا هذيك الطماطم طلقت الماء تاعها نروحوا نزيدوا التوابل اللي غادي يكونوا ملح، فلفل اسود، فلفل احمر، وتوابل تاع كفته، اعشاب بروفونس، وشويه معدنوس. كميه تاع التوابل تبقى اختياريه على حساب ذوق كل واحد. بعد ما نضيفوا التوابل نخلطوا كل شيء مع بعض، نحسبوا واحد دقيقه ولا دقيقه ونص قبل ما نزيدوا لها زوج كيسان يكونوا معمرين تاع ما طابخ، يعني الماء يكون غالي ولا مغلي كل واحد كيفاش يقول. نحطوا الماء تاعنا، وفي هذه المرحله غادي نزيدوا شويه للنار، كانت قليله غادي نديروها متوسطه باش تبدا الاكله تاعنا تغلي، على خاطر غادي نزيدوا لها هاد الشرائح تاع اللازانيا. نقسموهم عشوائيا ونحطوهم يطيبوا مع الكفته واللاصوص اللي درناها. ولكن هاد العمليه ما نديروهاش حتى نشوفوا اللاصوص تاعنا بدات تغلي. والطياب تاع هاد لي بات غادي يدولي من 7 حتى ل 10 دقائق. على كل حال ما نقلعوهمش من فوق النار حتى نشوفوها نشفت. وما ننساوش خطره على خطره نحركوها باش ما تنحرقناش، وباش تاني ما تلصقش مع بعضياتها. كما قلت لكم بعد مرور حوالي 8 ولا 9 دقائق لاصوص تاعي نشوفوها باللي نشفت واللازانيا تاعي طابت. نقلعوها من فوق النار ونروح نحطوها في ان بلاطو اللي يدخل للفرن، نوزعوها بطريقه منظمه على كاع البلاطو. وعقلوا لي غايه على الجهه اللي فيها الكفته بزاف باش تسربوا منها ليكم. نروحوا نجيبوا الصوص بيشاميل تاعنا اللي كونوا خدمناها ديجا. الا بغيتوا الوصفه تاعها نعطيها لكم قولوا لي في التعليقات ماشي مشكل. نوزعوا بيشاميل تاعنا كيما راكم تشوفوا على كاع الوجه. ونروحوا نجيبوا جبن مبشور ولا فروماج رابي اللي يكونوا حاطينه في الحليب ديجا من قبل. الحليب ما غاديش يخلي الفرماج تاعكم ينحرق، وغادي يعطينا واحد اللون ذهبي ثاني. تما كي نرابوا الفرماج تاعنا نحطوا حوالي 10 دقائق في الحليب قبل ما نخدموا به. نشعلوا الفرن تاعنا غير من الفوق غير باش نحمروا هذاك الفرماج وندوبوه. انا حطيتها حوالي واحد 7 دقائق ولا، وعسوها بالك تنحرق لكم. والبلاط تاعكم ديروه في الوسط، ماشي فورسيمون طلعوه كاع الفوق، ديروه في الوسط وشعلوه من الفوق غادي يحمر لكم كيما هكا. اي حتى لهنا وصلنا لافان تاع هاد لا فيديو. سيوها على بالي بلي غادي تعجبكم باسكو والله الا بنينه بزاف. انا من كملت هاد الوصفه كانت 11 ونص تاع النهار، يعني ما كنتش جيعان وانا ماشي من عشاق لي بات. الور كملت كاع هاد لابار هادي اللي حطيتها غير باش نفهميها لكم، والله لا كملتها. اي وصلنا لافان تاع هاد لا فيديو. ما تنساوش ديروا لنا جيم كومونتير وابوني، وبارك الله فيكم. شكرا.